السلام عليكم يا شباب. النهارده اول فيديو في سلسله الفريلانسنج اللي احنا هنبداها، وهي هنبدا نتكلم على خمسات ومستقل من موقع الفريلانسنج، وكمان ازاي تسوق لنفسك بالمحتوى الدنيا دي كلها، وازاي يجيلك عميل، وازاي تجيب عميل، وازاي تقنع العميل، والدنيا دي كلها. فانتوا عارفين ان انا بنزل فلوجات كده وبتاع، فانت تابع القناه يعني، وخليك كده ايه يعني اتفرج على الفيديوهات يعني، وان شاء الله ننزل توتوريال قريب، فيديوهات شرح كده وحوارات كده. فاظن ان شاء الله المحتوى اللي جاي ده هيعجبكم باذن الله. المهم احنا النهارده جايين نتكلم في ايه، وجايين نقول ايه، وجايين نحكي في ايه. احنا النهارده جايين نتكلم على ازاي تجيب عميل من خمسات مستقل. طريقه خمسات غير طريقه مستقل، لكن الطريقتين ليهم ترابط، ليهم نقطه تلاقي، فاهم؟ فاحنا جايين نتكلم في ايه، ازاي هتجيب العميل، او ازاي تكتب بروبوزل، ازاي تكتب وصف للخدمه علشان تقنع العميل ان هو يبدا يعني ليه يختارك انت وما يختارش واحد غيرك. هو دي طبعا. خلينا متفقين كده قبل ما نبدا، انت لازم تكون مجهز البروفايل بتاعك وخليه قوي. هنبقى نعمل فيديو ازاي تخلي البروفايل بتاعك قوي على خمسات او مستقل، وازاي تختار الشغل، وازاي تعرف ان شغلك ده كويس ولا لا، حتى لو انت ما اشتغلتش مع عميل قبل كده. فان شاء الله هنبقى ننزل فيديو عن الموضوع ده. لحد ما ننزل الفيديو ده فاتمنى دعمكم وتدعوا لي، ما تدعوش عليا، وفقني وارزقني ويكرمني ويكرمكم كلنا ان شاء الله. ان شاء الله هنبقى نعمل لايف والديسكورد، وبص في حوارات كتير كده. تابعنا على الانستجرام تحت. فيلا بينا نبدا. بص ده السكريبت قدامك اهو، ده سكريبت الفيديو. انا راجل واضح وايه من غير اي لف ودوران يعني، اقراه وامشي بقى. موقع خمسات. لسه هنشوف بقى. انا دلوقتي مثلا واحد ما بعتش قبل كده، انا بايع نشيل الحمد لله. مثلا واحد ما بعتش قبل كده وما عملتش وحوارات كده. فاحنا جايين نشوف دلوقتي في المكان السري اللي ما حدش هيقول لك عليه. كل الناس بتقول لك حط شغلك وسيبها على الله. هي سيبها على الله كده كده، كلنا سايبينها على الله يعني الحمد لله. كان قصدي ان انت مش هتسيب شغلك وتقعد تتفرج عليه وتهش وتنش والحوارات دي. احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين ندوس هنا، ننزل على مجتمع خمسات وطلبات الخدمات الغير موجود. طبعا في شرح كورس خمسات كامل مكمل دكتور احمد السباعي. انا كنت عملت فيديو شورتس عن الموضوع ده، هو شرحه تفصيل اكتر من كده، لكن انا بتكلم عن طريقتي انا ازاي بتعامل مع العميل. فهو انا اتعلمت منه، خلي بالك. فارجع له هو الاول كده، تعالى شوف طريقه العبد الله. فتعالى احنا كده دلوقتي فتحنا طلبات الخدمات الغير موجوده. احنا عايزين نشوف شغلانه، بس اهم حاجه ما تقدمش على شغلانه انت ما بتعرفش تعملها، علشان ما تحرجش نفسك وتحرجش الراجل وتتعبنا، تتعب الناس كلها. يعني اختار شغلانه انت بتعرف تعملها، علشان في الاخر هتتزنق. وانا اتزنقت كتير واترفضت وخدت على قفايا، وحاولت اقدم على شغلانه انت عارف ان انت تقدر تعملها، حتى تقدر تتعلم ان انت تعملها، فاهم؟ بسرعه يعني. فتعالى كده. تصميم قالب يحمل شعار شركه لوضع فيديو داخله. انا طبعا مش متخصص براندنج قوي، فما اظنش ان الشغلانه دي تناسبني، فهعمل سكيب كده. تصميم قائمه طعام احترافيه، يعني منيو من الاخر يعني. فانا بعرف اصمم منيو، فاقوم دايس كده ونخش بقى. هنعمل احنا نعمل ايه؟ هو الراجل ده اول حاجه تركز عليها، الراجل ده مين؟ الراجل ده اشترى كام مره؟ احنا كده على خمسات مستقل، مش هيقول لك تفاصيل غير انه مشتري جاد. هل هو بائع على الموقع؟ هنشوف كده، هندوس كده اوبن تاب. هو مش بائع على الموقع، فكنت بختار الحوار ده، كنت بخش اكلمه من خدمته هو، واخش اكلمه واحاول اقنعه بيا. فمش مهم. احنا دلوقتي هو ما طلعش بائع على الموقع، لكن احنا هنقرا البتاع بتاع الوصف. طبعا هو مقدم عليه 55 واحد. تقلقش، خدمه عايز الناس تعملها له. بيبص دايما على صوره البروفايل من بعيد كده. اول ما بيبص على صوره البروفايل اهو واحد حاطط اللينك بتاعه اهو، يبدا سعر الخدمه من $5 مضاعفتها، نرجو تحديد حجم العمل الذي تتقدم تم حذف هذا قبل الاداره 5. يعني ده واحد اهوت اتحذف له الكومنت بتاعه لان هو خالف الشروط. فانت لازم يعني ايه، صوره البروفايل بتاعتك تكون بروفيشنال. دي اول حاجه يعني. صورتي انا هوريك صورتي انا معموله نص ذكاء اصطناعي ونص حقيقي يعني. فهي دي بقى. احنا دلوقتي نفس الحوار كده يعني، نفس الكلام. المهم، السلام عليكم، ساقوم بتزويدك بتصميم منيو، واريد عمل منيو مشابه له. يعني هو يديك تصميم منيو، هو عايز يعمل حاجه شبهه. حلو ده يعني، ده سهل جدا، ممكن يسهل عليك. سيرسل لك صور المنتجات وتفصيل كل منتج مرفق مع الصور. اريد المنيو احترافيه ازاي؟ بنفس تصميم النموذج. هو دلوقتي الراجل شرح تفصيل يعني من بعيد كده القشره. المشروع ده بيتكلم عن ايه يعني، اللي هو المنيو ده. فاحنا نعمل ايه قبل ما تعمل اي حاجه؟ قبل ما تكتب اي بروبوزل او قبل ما تكتب اي وصف، انت دلوقتي عرفت اسم الراجل ان اسمه محمد اتش. مش مهم محمد ايه بقى، المهم انه اسمه استاذ محمد وخلاص. وهو عايز يعمل منيو عن طعام، واحنا عرفنا ان هو هيدينا حاجات مشابهه والحاجات دي كلها. احنا نكمل بقى ايه؟ هنبص على كل واحد من الناس دي. يعني الناس دي اللي مقدمه دي، طبعا في ناس كتير بتحس ان هي يعني الراجل ده اتحذف له البتاع ده. هنا برضه نفس الكلام، ده راجل شكله بروفيشنال، ده بروفيشنال. مش هقول لك اقرا كل الناس يعني، شوف كل الناس اللي مقدمه ده، عشان ده ممكن يضيع وقتك كتير والخدمه اصلا تروح عليك. لكن خد مثلا فر 10 كده، اجمد 10 انت حاسس ان دول اجمد 10 من صوره البروفايل بس. فر الاكونتات بتاعتك. فاحنا نفر كده في كل واحد. ادي الراجل الاستاذ ده عامل تصميم سوشيال ميديا وعامله $5 وباع مره واحده بس، او خد تقييم مره واحده بس بالاصح يعني، وهي دي شغله. فهو شغله يعني ايه، كويس نوعا ما، بس تمام يعني.
شغل كويس تمام. فانت بقى تشوف بقى ده مستوايا احسن من كده ولا مستوايا اقل من كده، ده اللي انت بتفضل تقوله لنفسك. فعرفت ده الراجل ده مستواه كذا، تيجي تخش هنا الاستاذه هبه برضو مستواها هنا، انت ممكن بقى تفر كده في الاكونت ده تصميم السوشيال ميديا، وتبدا تفر كده مستواها ايه يعني. فانت ايه تبص كده كل واحد تمام. بعد ما تفر كده عند كل واحد تعرف كل واحد قوته ايه ونقطه ضعفه ايه. اهو ممكن الراجل اللي عدى ده كنترول شيفت تي ارجع له، اهو عامل تصميمات السوشيال ميديا، او صوره البروفايل جامده قوي يعني، لكن التصميمات ايه يعني كويس. انا مش بقيم حد يا جدعان، انا بس ايه بشوف انا كمصمم مستوايا ايه من دول، فاهم؟ علشان اعرف هل انا هنجح في المشروع ده او هو ممكن يختارني ولا لا. كده ممكن تعمل كل حاجه صح في الاخر، وفي ايه العميل ما اختاركش يعني، دي حاجه يعني كده ارزاق، لكن احنا بنسعى وبنحاول نسعى صح. خلي بالك انت ممكن تسعى وخلاص يعني، فاهم؟ فاحنا بنحاول نسعى صح. فاحنا كده شفنا مثلا شغلات كام واحد. طبعا في ناس ايه بتكتب كلام محفوظ: السلام عليكم، انا مصمم جرافيك خبره 900 سنه في المجال، لقد عملت على عده مشاريع مشابهه لهذا المشروع منذ طفولتي واظافري كده، وانا بنظف ضوافري كنت بحلم بالمشروع ده، يعني حاجات كتير كده. افكس كل الناس ده وتعالى نشوف احنا هنكتب ايه. فاحنا يعني هنفرق شويه. ممكن الناس بقى: السلام عليكم، انا مصمم جرافيك محترف لدي خبره واسعه في تصميم قوائم المطاعم المنيو، حيث عملت مع العديد من المطاعم والمحلات التجاريه لتقديم تصميم مميزه تبرز هويه العلامات التجاريه. هنبدا تحيه الاسلام. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ، هنخليها بقى استاذ ايه، استاذ محمد. ممكن ما نكتبش انا مين اصلا. انت قلت كنت تبدا او كان بيتكلم عن المنيو بتاع ممكن تخشها في الموضوع على طول. قد فهمت الخاصة بالطعام وعملت مع عدة مطاعم مشهورة. أنا أتفهم ما يجب علي، أن أتفهم ما العملاء في المطاعم. طعام صحي. بص انت بتحكي معاه كانك بتتكلم معاه بجد، ومش عايز يحس ان انت روبوت، اللي هو السلام عليكم، انا اعمالي كذا 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 كذا، ولقد عملت مع كذا 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 بص اغلبيه العملاء بيحبوا الطريقه اللي هو انت زيك، انا انسان زيك، انا بشري زيك، انا باكل اكل زيك كده، فاهم؟ فدي الطريقه اللي انا بشتغل بيها يعني. ممكن تبقاش دي احسن طريقه، لكن دي الطريقه اللي شغاله معايا نوعا ما، فانا بشارك معاك طريقتي. فصلي على النبي يعني اقول لك ايه. فده اللي احنا كتبناه: السلام عليكم استاذ محمد، لقد فهمت ما تطلبه، ولدي العديد من التجارب في تصميم القوائم الخاصه بالطعام، وعملت مع عده مطاعم مشهوره، وانا اتفهم ما يتطلبه طبيعه هذه التصاميم كي تجذب العملاء في المطاعم. وعندي دراسة خاصة لتأثير شكل وصور صور الطعام على العملاء كي يجذبهم للشراء. أستأذن حضرتك في تفصيل خاصة بالفئة والسوق المستهدف، وهل هو طعام سريع أم طعام صحي. هو كأنه هو قبلني في المشروع، بيكلمني في الشات أصلا، بيتفق معايا أو بيكلمني. فأنت لازم تحسسه كده. وارد جدا إن أنت كتبت كومنت، كتبت البروبوزال ده، وطبيعي محدش جالك، ده طبيعي. فعادي ان انت تكتب البروبوزال وتكتبه صح جدا ومش عارف تتعب فيه، وفي الاخر ما يجيلكش الشغل. بس احنا بنحاول نجتهد ونتوكل على الله. كده الارزاق من عند ربنا. واحيانا اقسم بالله يا ابني يا ابني ايه، انت ممكن تبقى اكبر مني. احيانا اقسم بالله انت بتبقى حاطط شغلك اصلا يعني عادي، وفجاه تلاقي الجرس فوق بيرن، واحد اشترى الخدمه اصلا يعني، حتى ما دخلش يكلمك، لا هو اشترى الخدمه اصلا، وبيجي جاي يسالك بقى دلوقتي احنا عايزين نعمل كذا كذا. هو شاف شغلك عجبه اشترى على طول، فاهم؟ سيب على الله، انت بس ايه توكل على الله وخد بالاسباب. انت تطور مستوى شغلك، تطور مستوى السوفت سكيلز بتاعتك في التعامل مع العملاء كده، لان هو الحاجات دي بتفرق جامد جدا. مستقل بقى لازم تكون حريص، علشان الغلطه هناك بفوره. ليه بفوره؟ لان انت عندك مرتين تقدم في اليوم، لو انت طبعا مش مشتري حاجه من العروض المضافه بتاعتهم دي، فانت بيبقى ليك مرتين تقدم في اليوم و15 مره في الشهر. فانت لازم تحسب كل تقديم على شغل، لازم تحسب هو انا هتقبل ولا لا، وانا احتمال ان اتقبل قد ايه، واحتمال ان انا ما اتقبلش قد ايه. وتشوف برضو شغل الناس اللي مقدمه، هل الناس شغلها قوي ولا شغلها قليل، فانت عندك فرصه اكبر كده. لان هناك الموضوع يعني في مستقل الموضوع شديد شويه، لكن على خمسات الموضوع فاني شويه.
فانت ايه تنزل بتاع، لان في فرق اسعار. يعني هنا الناس بتبدا من $25، انت هناك بتبدا من $5. وانا ما رجحش ان انت تكتب $5 دي خالص، انا ارجح ان انت تعمل الخدمه بتاعتك. لو انت لسه بادئ هو بيحطك يا اما 5 يا اما 10، فانت ابدا من 10. ليه ابدا من 10؟ العميل لما بيلاقي حاجه $5 يعني بيقول لك ان هو يعني لما لقى سعر ارخص، يعني ما بيحس ان ده ارخص سعر ما بيحبش كده، فاهم؟ يعني هو عايز العميل دايما يحس ان انت ذو قيمه. يعني لو انت عندك قيمه مقابل سعر، فانت لما تحط $5 فهو بيحس ان القيمه اقل من السعر، يعني بيحس ان انت شغلك قليل. يعني فانت تحط قيمه $10 فيحس ان القيمه مقابل السعر. انت برضه ظبط جوده شغلك، اهم حاجه جوده شغل. المهم كده نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل جديد. اتمنى تكتبوا لي في الكومنتات تحت كل اللي انتم محتاجينه للقناه دي. الفيديوهات اللي جايه بتاعتها انا عايز الحق انزل فيديوهات كتير قبل ثالثه ثانوي، عشان اما اخش ثالثه ثانوي اخوكم هيبقى في كبوه كبيره. فاتمنى ان انتوا يعني عشان تفتكروني وتدعوا لي او تدعوا كده يعني. فان شاء الله واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.